النهاردة بقى هنعمل صينية بطاطس في الفرن بالفراخ بدون صوص طماطم او صلصة طماطم. سهلة وخفيفة في الصيف، حلوة قوي هتعجبكم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. معايا بطاطس هقطعها طرنشات زي ما انتم شايفين كده او دوريات، بس تقطعيها تكون تخينة شوية عشان ما تتهريش منك في الصينية. هنا قطعت الكمية اللي انا عايزاها حسب الرغبة، برضو حسب ما انت عايزة. وهنا معايا قرن فلفل حامي او قرن فلفل رومي عادي حسب الرغبة برضو. وهنا معايا طماطميتين هنقطعهم برضو كله حلقات، يعني البطاطس حلقات، الطماطم حلقات، والفلفل حلقات. بس كده، مش هنعمل صلصة طماطم ولا اي حاجة. الطريقة دي هتعجبكم جدا، سهلة وبسيطة وخفيفة في الصيف، ما تضايقناش يعني. هنا معايا فرخة، هبدأ بقى الفرخة كانت كبيرة شوية. هبدأ اقطعها معايا لجزئين، يعني الورك هقطعه نصين، الصدر هقطعه نصين كده. هنا بقى بدأت افصل الدبوس عن الورك يعني. وهبدأ هنا هعمل معايا فتحات زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، عشان لما نيجي نتبل الفراخ التتبيلة تدخل جوه الفرخة وتبقى متبلة معانا كويس وتدينا طعم حلو اللي احنا عايزينه. هنا معايا بقى بصلتين مبشورين، ومعايا فلفل اسود، ومعايا ملح وسبع بهارات. وهبدا بقى اتبل الفرخه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، زي اللي متعودين معايا على قناتي على اليوتيوب، ان انا اي فراخ بشتغل فيها قبل ما بشتغل فيها بنص ساعه او ربع ساعه بتبلها بالبصل مبشور، ملح وفلفل اسود، وبركنها على جنب لغايه ما ارجع واشتغل فيها. هنا بقى تبلتها وركنتها على جنب. وبعد كده هنا بقى كانت اتبلت معايا كويس جدا. جبت طاسه على النار وجبت فيها معلقه سمنه بلدي او حبه من الزيت، وبدات بقى انزل بالفراخ اشوحها على النار لغايه ما تديني اللون الذهبي اللي انتم شايفينه، كاني بحمرها بعد ما طبختها وخلصتها. لازم تديني الشكل اللي شايفينه ده كده. هنا خلاص بقت اتحمرت معايا. هنزل بالبطاطس اللي انا قطعتها والطماطم والفلفل، وهنزل بيهم على الفراخ، وهبدأ اشوحهم لمدة 5 دقايق عشان كله كده يستوي مع بعضه وياخد يعني يتشرب من بعضه. وبعد كده بقى هنزل بقرن فلفل سبايسي، احنا بنحبها حامية، سليم مش متقطع. وهقلبها تقلبتين لغاية ما ال5 دقايق يعدوا. هكون حضرت معايا الصينية، بس هجيب برضو معلقة من السمنة البلدي تاني او حبة من الزيت، وهبدأ احطهم على الفراخ كده عشان يدوهم لمعة. والطريقة دي حلوة جدا يا بنات، تنفع برضو للناس اللي بتعمل دايت، حلوة ما فيهاش دهون كتير. هنا خلاص كنت جهزت الصينية وفضيت فيها الفراخ الاول، وبعد كده نزلت بالبطاطس والطماطم. وهكون مجهزه معايا، لو انت عندك مرقه هتكوني مجهزه كوبايه من المرقه. لو انت زي كده ما كانش عندي مرقه ساعتها، غليت ميه سخنه وخدت كوبايه، ما تزوديش عن الكوبايه. هي الفراخ هتنزل الصوص بتاعها وهتبقى حلوه جدا، مش هتحتاج ميه كتير عشان ما تتعجنش منك. حطيت كوبايه بس سخنه من الميه. خلاص كده بقى دخلتها على درجة حرارة 180. وبعد كده بعد ما استوت معايا شغلت عليها الشواية، يا دوبك اتحمرت. بصوا الفراخ ناشفة وكأنها مشوية، والبطاطس